بونجور. اليوم رح أعلمكن أكلة كتير سهلة وكتير بسيطة، ما بعرف شو اسمها لأنه أنا اخترعتها. هي بتشبه أكلة كنا نعملها أفريقية اسمها جولوف، رز جولوف. هو عبارة عن رز وبصل ورب البندورة وحبة بندورة لحتى نعطيها هيدا اللون الأحمر. فأنا كان عندي شي من مكوناتها، وطبعا ملفوف كمان مفروم. زدت عليهم شوية اشياء من عندي مش موجودة بالرز الجولوف، وحبيت انه هيك اعملها لانه كنت كتير محتارة شو بدي اعمل اكل، فقررت اعمل هيدي الاكلة بالمكونات اللي عندي وطلعت كتير طيبة وكتير حبيتها. كان عندي بطاطا حلوة، كنت عم فكر بشو ممكن اعملها وعبالي اعمل رز لحتى هيك انه طبخة يعني تكون حرزانة. المهم عملت 4 بصلات، 4 بصل يابس، قصيتهم هيك فرمتهم جوانح، وقصيت البطاطا الحلوة، حبتين بطاطا حلوة قصيتهم قطعة كبيرة، حبيت انه يضلون هيك ظاهرين بالرز. وما كان عندي لحمة او دجاج وما قادرة يعني امن، وحبيت اعمل شي سريع يعني. فكتير طلعت طيبة عن جد. هلا منشوف اذا هيدي الاكلة حدا عاملها قبلي او بتعرفوها او إلها اسم معين كمان بتخبروني. هلا قصيت البطاطا الحلوة مثل ما شفتوا قطعة كبيرة. بصل أخضر، البصل الأخضر ما بدي إياه يكون كتير صغير لأنه رح يدوب بالرز. كمان حبيت إنه يكون مبين وظاهر بالأكل. الورق الأخضر ما حطيت، ما كترت ورق أخضر لأنه كمان رح يدوب، فتركت بس ميلة البصل الأبيض. كمان رح حضرهم وحطهم على جنب. وعندي ملفوف أبيض، كمان رح غسل الملفوفة وافرمها كمان فرم صغير صغير ناعم. رح حط البصل على النار مع شوية زيت نباتي، تركتهم للبصل جوانح مثل ما شايفين. زيت نباتي ما رح لكم قديه، شوفوا حسب قديه حطينا بصل، لأنه فينا نحط بصلتين وفينا نحط 3، أنا حطيت 4. حطيت ملعقة سمنة ورح اتركهم يتقلبوا على النار. رح غطيهم شوي لحتى يدبلوا، بس ما بدي اياهم يحمروا ابدا. هيدا الملفوف كمان فرمتهم فرم صغير، وبهالوقت البصل صار دبلان ومايل شوي على صفار. هالقد بكفي، ما بدي اكتر. رح حط الملفوف اول شي. ملفوف فينا نكتر قد ما بدنا لانه الملفوف كتير بيعطيه طعمة طيبة للرز. صرت يعني اكتر الاشياء، اكتر الاكلات يلي فيها رز مع خضرة صرت حط لها ملفوف لانه كتير عم حب نكهة الملفوف مع الرز. كمان الملفوف رح اتركه يتقلب. هلا ما حطيت البطاطا الحلوة دغري من الاول لانه البطاطا الحلوة اذا استوت رح تصير تنخبص دغري، وانا ما بدي اياها تفقد شكلها، بدي اياها تضلها قطع كبيرة. فتركت لحتى دبلت البصلة مع الملفوف ورجعت حطيت البطاطا. رح غطيهم شوي صغيرة بس لدقيقتين على النار، وارجع زيد عليهم البصل الأخضر كمان تما يستوي كتير، وحط بهارات. حطيت قرفة، جوزة الطيب، كزبرة يابسة ملعقتين وسط، حطيت 4 مكعبات مرق الدجاج، حطيت حبوب بهار حلو. وهيدا الأحمر البهار يلي شايفينه أو هيك عاطي لونه على أورانج، هيدا بهار تشكيلة يعني بهارات مع بعضها، بتشتريهم من السوبر ماركت خلطة، في استعملها لكل شي، للرز للدجاج، فيني رشها على البطاطا المقلية. يعني سيزنينج فينا نعتمدها، إذا حدا يعني أي نوع سيزنينج عنا إياه بالبيت فينا نعتمدها. هي البهارات ما كتير رح تظهر فيها قد ما رح يظهر فيها هو رب البندورة. حطيت هلأ هيدا ملعقة معجون الفليفل الحلو، ملعقة صغيرة، وملعقة كبيرة معجون البندورة أو رب البندورة. هو هيدا يلي رح يعطيها اللون والطعمة. وحتى إذا حبينا كمان نبرش بندورة معها كمان بيمشي الحال وبتطلع طيبة. شوفوا الصوص كيف صارت. أنجأ كمان حطيتهم 3-4 دقايق لحتى تغلي شوي، وحطيت فوقها البصل الأخضر، ودغري من بعد الرز حطيت 2.5 كوب رز لأنه البصل الأخضر كمان ما بدي إياه كتير يستوي. هلأ فيي اترك البصل الأخضر بالآخر بحطها على الوجه أو بفرمه فرم صغير برشون على الوجه، وفيني خليها بقلبها كمان قاطت نكهة طيبة. ويلي بحب الحار في حط كمان فليفلة حرة بقلبهم كمان بتطلع طيبة.
رح اقلب الرز معهم لحتى ياخد كل الصوص، وبزيد المي، كمية المي حسب كمية الرز. انا حطيت 5 كبايات مي لكبايتين ونص رز بسمتي، ورح اتركهم مثل اي رز. ملحت رجعت شوي صغير، الملح حسب الرغبة، لانه ما بدنا ننسى مرق الدجاج بيكون فيه بقلبه ملح، ما تطلع طبختنا مالحة. ومثل اي رز بس يغلي بدي وطي تحته على الاخر وغطيه. هون بلش ينشف شوي، رح اعطيه بعد تقريبا شي 3-4 دقايق وبيكون خلص مثل ما شفتوا. والاطيب اني خليه رطب شوي، يعني ما اتركه لينشف على الاخر. وهيدي الاكله هيك والطبخه خلصت كتير طيبه. فينا ناكلها مع لبن على جنب زبادي، وفينا ناكلها لحالها، فينا ناكلها مع صحن سلطه. يعني اكله اقتصاديه وفيره وسهله، وبنفس الوقت صحيه لانه ما فيها شي مقلي، ومكوناتها من البيت. جربوها وألف صحة.